ما كانش ينفع برضه يعدي رمضان كده من غير ما اروح افطر عند اكتر مطعم مفضل ليا، ليموزين كوارع عند فتة. والنهارده احنا في فرع مدينه نصر في الحي السابع شارع الخليفه الظافر. ليموزين اشيك مصمت في المجره وحبيب الملايين. وصلت بدري علشان اصور الاجواء الرمضانيه هنا والتحضيرات للعزومات واشوف تجمعات الصحاب والعائلات. طبعا زي ما احنا عارفين ليموزين مصمت ومطعم بيقدم اكل المصمت زي الكوارع ولحمه الراس والحلويات وكل اكل المصمت، وكمان بيقدم اكل المطعم والمشويات زي الكفته والكباب والحمام والطواجن وكل الاكل المصري الحرش. وانا بالنسبه لي ليموزين من اول مره دخلته صدفه انا وعمرو وهو معلم معانا، بالذات انا بقى ما ينفعش افوت مناسبه ليه، او على الاقل كل فتره صغيره لازم اجي زياره اشوف ايه الجديد هنا. والسنه دي الحمد لله لحقت اجي قبل ما شهر رمضان يخلص علشان اشوف واحضر الاجواء الجميله دي. ما شاء الله تبارك الله المطعم كان شبه محجوز بالكامل، طبعا علشان ليموزين حبيب الملايين ومعجبينه كتير. وعموما هو ليموزين مجمع الحبايب في كل المناسبات والاعياد والايام الحلوه. وصلت وكالعاده الاستقبال الجميل من مستر جمال الغالي. قعدت وكان معايا اصحابي، طلبنا تشكيله كده من المنيو حسب ما كل واحد بيحب. هنفتح دلوقتي المستخبي والمداري ونشوف الكلام على ايه. اول حاجه فطرنا الاول على التمر، وبعدين هنفتح واحده واحده الجمال ده ونشوف، وبعد كده هنسمي وندوق علشان الكلام يروق. عاطف هيفتح ويشوف طلبه. اول حاجه طاجن شوربه لسان العصفور والفراخ الشيش المشويه، وخالد فتح طاجن الشوربه برضه وطاجن الفته المميزه بتاع ليموزين واللي شكله رايق قوي كالعاده، وطبق المشاوي المشكل ده كباب وكفته واللي خالد طالبه لانه ملوش في اكل المصمت واللي ما ينفعش نستغنى عنه طاجن ورق العنب بالكوارع. هفتح انا بقى واشوف طاجن لسان العصفور وطاجن الملوخيه، وده طاجن لحمه بالبصل واللي هجربه لاول مره هنا في ليموزين، وطبق الممبار، وطاجن فته كمان ليا لاني بحب فته ليموزين قوي. وبسم الله عاطف هيبدا بالطبق بتاعه الفراخ الشيش، وكانت حلوه بالنسبه له وعجبته، والرجاله بقت شغاله الله ينور، وبدا الفطار والمعركه. صحابي كانوا مبسوطين بالاكل الجميل ده. عاطف بالنسبه له بياكل اكل المصمت واكل المشاوي عادي، حتى اخد طاجن ورق العنب بالكوارع وعمل له الفينش ونزل بيه على الطبق، وفضل يتفحصه كده ويشوف الجمال ده من قريب بشكل واضح، حاجه كده لعشاق الدسامه والدهننه الحلوه. واكلوا منه الاتنين، بس خالد جرب ورق العنب بس لانه ملوش في الكوارع، بس ليه في الملوخيه، وسحب طاجن الملوخيه على غدر وخيانه وقال لي سيبوني ازحلق بقى الملوخيه براحتي، وغطس المشاوي فيها كمان. محدش استغرب، كل واحد بياكل بالطريقه اللي تعجبه. وشكل كده طريقه خالد حلوه وهتعجبنا وهنجربها في الفيديوهات اللي جايه. المهم دخلت انا بقى على طاجن اللحمه بالبصل وعملت له الفينش برده وقلبته على الطبق علشان افضيه واشوف التفاصيل والجمال ده. قطع اللحمه كان حجمها كبير وريحه تسويتها مع البصل جميله، وكمان كانت مستويه كويس ودايبه وطعمها كان جامد جدا. وهاكل معاها بقى طاجن الفته. طاجن فته حوار، وكل مره بكون هنا بطلبه علشان بيكون عاجبني في كل مره برضه. وبس كده كلنا الحمد لله انبسطنا النهارده في ليموزين، وبقينا من الملايين اللي بتحب ليموزين. وقبل ما اقول لكم مع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد. حابب اعرفكم ان شهر رمضان لسه ما خلصش، وممكن تلحقوا تروحوا زياره للفطار في مطعم ليموزين. ليموزين جميل واجواءه جميله للتجمعات في رمضان وقت الفطار، وكمان اصناف الاكل هنا هتعجبكم، وده المنيو برضو الحالي عشان تختاروا اللي تحبوه. وفي النهايه بقى اللي جرب مطعم ليموزين في اي فرع من فروعه يقول لنا رايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب برضو يقول لنا رايه. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.